ماما عجبتكم ولا؟ ايه تهبل حتى ريحتها باهية. نذكرك بخبز رتيبة. اي بالنسبة للعجينة متاعنا باش نسحقوا 400 جرام سميد أرض بهذا النوع اللي نستعمله، عليهم 400 جرام فارينة، حليت في وسط باكو خميرة متاع قطو وشوية ملح، خلطتهم بالكدا مع بعضهم وصبيتهم مع السميد كيف ما تشوفوا. عملت شوية زيت بث به الميلانج متاعي والسكر ما تنسوهوش، ونزيدوا الماء بسياسة بسياسة ونعجنوا. باركونتر تنجموا تعملوها اباز متاع سميد اكاهو، يعني في عوض لهنا انا عملت شطر بشطر، تعمل كونتيتي كليكه سميد. نجموا زاد اذا تحبوا تزيدوا سينوج ولا بسباس والا اللي تحبوا، انا عملتها سامبل ما فيها حتى شيء. ونبدا نزيد في الماء بشويه بشويه ونعجن. الماء ما تصبوهوش تدانكو، السميد يحب العجنان يحب الدلكان، اما بسياسه بسياسه كل مره زيد شويه ماء وتعجن حتى لوين تولي تترشخ ما بين يدك العجينه وتولي سوبل ورطبه ومحلاها. انا لهنا خذيتي تقريبا 15 دقيقه وانا نعجن حتى وليت كما تشوفوا لهنا سوبل طريه بيضه محلاها. دهنتها بشويه زيت وخليتها ترتاح ما يقارب ساعه من زمان تتخمر. بعد ما ارتاحت وتخمرت قسمتها لأربع كور متساويين ابيبري، كل واحدة الميزان متاعها ما بين 330 340 جرام هيك. قسمتهم كيف ما تشوفوا، وبعد ذلك اسمي الرطب اللي عملتها بها رشيته من الفوق، غطيت يعني به شوية من الفوق وعجنه باش بعد ذلك نبدأ نحلهم. بعد خذيت بالكعبة وبديت نحل فيها في القلقال، ما تجودوهاش على الاخر، لازمها تكون خشينة شوية مش جويدة بلات يعني. وغطيتها بالمنديلة وخليتهم 15 دقيقة يرتاحوا، لازم يرتاحوا باش يزيدوا يتخمروا شوية. واخر حاجة نطيبوهم على المقلة على نار متوسطة، ما تنسوا زاد تدوروا الجوانب زاد باش تطيبوهم، وصحوا باش فيديكم.